رضيع ما كملش 40 يوم في الدنيا يختفي في ظروف غامضة. السلام عليكم. قصتنا اليوم ماشي بحال أي قصة كتخلي القلب يوقف من الصدمة. رضيع ما كملش 40 يوم في الدنيا كيختفي في ظروف غامضة، وبين دموع الأم وحيرة العائلة كتبدا أسئلة كتيرة بلا أجوبة. واش كان يختطف؟ شكون وراه؟ وكيفاش وقعت هاد الفاجعة؟ خليكم معنا حتى الأخير ديال الفيديو باش تعرفوا تفاصيل هاد القصة المؤلمة، ونشوفوا كيفاش قدر رضيع صغير يقلب حياة الناس كاملين في لحظة وحدة، وكيفاش هذا الرضيع من بعد 15 عام كيرجع عند والديه. ايوا يا خوتي، هذه واحد المراه ولدت ومن بعد ما دوزت 40 يوم قررت تمشي دير عمليه ديال منع الحمل في واحد المستشفى. مشات وهي دايه معاها ولدها الرضيع اللي مازال في عمره 40 يوم، ومعاها واحد البنيه في عمرها 10 سنين اللي كتكون بنت لوستا. ايوا يا خوتي، ام الرضيع وصلت للسبيطار ديال الحومه، دخلت القاعه ديال الانتظار وبقات حتى هي جالسه بحالها بحال الناس. كانت واحد المنقبه جالسه حداها. ايوا يا خوتي، هاد المنقبه كتوصل النوبه ديالها باش تدخل عند الطبيبه، ما بغاش تدخل، كتقول للعيالات اللي قدامها غير يدخلوا. ايوا المهم وصلت دابا النوبه ديال ام الرضيع، حتى هي قالت لها غير دخلي. المهم هي ما كانتش باغا تدخل. ام الرضيع نضت بغات تدخل وهي هزه ولدها في يديها. الطبيبه حبستها عند الباب، قالت لها شوفي سيري حطي هذاك الوليد وهذيك البنيه هاد دخلي. قالت لها كيفاش غادي ندير الوليد؟ غادي نخليه على برا والبنيه قالت لها انا ما عندي ما ندير لك، ما يمكنلكش تدخليهم لداخل. المهم ام الرضيع ما عندها ما دير، خرجت على برا وشدت الوليد ديالها وهي تعطيه لهذيك البنيه اللي في عمرها غير 10 سنين. ايوا ام الرضيع دخلت باش دير العمليه، واخا هي ما كانتش مرتاحه وما عجبهاش الحال. من بعد فاش دارت العمليه وخرجت صدمات، كانت ليها صدمه قويه، لانها ما لقات لا ولدها ولا ديك البنيه ولا حتى المنقبه. هنا وقفات وبدات كتغوت وكتقلب على ولدها وهذيك البنيه، ما بانوش غبر ليهم الاثار. ايوا خوتي، هي هابطه مع الدروج باغا تخرج من السبيطار، تلاقت مع ديك البنيته، قالت لها فين هو الوليد؟ ايوا قالت لها راني عطيته لهذيك المراه اللي دايره النقاب، راه عطاتني فلوس باش نتسخر ليها، قالت لي نجيب ليها ما تاكل حيت هي عيانه. ايوا ام الرضيع تصدمات وبدات كتغوت وقلبت السبيطار كامل، عيطت للعائله ديالها، قلبوا حتى هما. مهم السبيطار ترون داك النهار كيقلبوا على الوليد، خرجوا على برا. المهم مشات هي والعائله ديالها ومشاو عند البوليس داروا شكايه. ايوا خوتي، العائله تصدمات وحتى الصحافه دخلوا في هاد القضيه ديال هاد الوليد. الناس كلهم باتوا كيقلبوا سيمانه ويقلبوا شهر ويقلبوا. المهم الاثر على داك الوليد ما كاينش، شكون يداه، فين مشى، وكيفاش. اسئله بزاف ولكن ما لقاوش ليها الجواب. ام الرضيع خوات كاع البلاصه اللي كانت ساكنه فيها، رحلات لمدينه اخرى، تما بغات تكمل حياتها باش تنسى هادشي اللي دازت منه. العائله ديالها اقترحوا عليها باش تعاود تولد، ربما ينسيها في ولدها، ولكن واخا هكذاك هي ما نساتش ولدها. ايوا خوتي، ولدات جوج وليدات موراه، واخا هكذاك كتقول بلي راه عمرها نسات ولدها. كان شي حد الا سولها شحال عندك كتقول لهم ديما 3، عمرها ما قالت لهم عندها جوج. ايوا خوتي، ام الرضيعه عاشت حياتها مع وليداتها وراجلها. في واحد النهار غادي تقلب ليها تاني حياتها، غير هاد المره غادي تقلب فرحه ماشي حزن بحال الاول. المهم اخوتي، من بعد 15 عام في واحد الصباح جاها تليفون، جاوبات لقات الجيران ديالها مصونيين عليها، قالوا لها شوفي دخلي الواتساب راه حنا صيفطنا لك الصوره ديال ولدك. المراه هنا تصدمات، كيفاش الصوره ديال ولدي؟ ما فهمت والو. قالوا لها انت غير دخلي وشوفي وراكي غادي تعرفي كل شيء. ايوا خوتي، ام الرضيع دخلت للواتساب، كتلقى واحد الصوره فيها واحد الولد، هذاك الولد سبحان الله كيشبه لوليداتها. تصدمات وما فهماتش، عاودت عيطت لجيرانها. ايوا سولاتهم فين لقاو ديك الصوره، قالوا ليها باللي راه لقاوها في واحد المنشور في الفيسبوك، واحد الشاب كيقلب على عائلته، شاب عنده 15 عام، وباللي راه خداتو واحد السيده منقبه
من السبيطار. المهم نفس المواصفات ديال ولدها. ايوا الرضيع هنا ما عرفاتش واش تضحك ولا تبكي. المهم تلمت العائلة كاملة وتواصلوا معاهم ومشاو لعندهم. مني مشاو عندهم تلاقاو مع الشاب وتلاقاو مع المرأة حتى هي اللي كانت مربياه. ايوا سولوها فين لقات الولد. قالت لهم باللي كانت في واحد الجمعية وواحد السيدة لابسه النقاب هي اللي جابته في يديها. قالت لها هاكا خدي هاد الوليد راه ما عندوش العائلة. قالت لهم انا في الاول ما بغيتش ناخذه منها. قلت لها راه ما نقدرش ناخذ الوليد وانا ما عرفتش عائلته. قالت لهم في واحد اللحظه، قالت لها المراه اللي لابسه النقاب عافاك جيبي لي غير شريبه. قالت لهم دخلت باش نجيب ليها شريبه، رجعت لقيتها حاطه لي التربيه فوق البيرو ومشات وغبر ليها الاثر من ديك الوقيته. وقالت لهم هزيت الوليد وجبته معايا وربيته بين ولادي. ايوا المراه من الفرحه ديالها يعني ما بقاتش باغا كاع حتى المعلومات. المهم الاهم هي عندها غير ولدها مني لقاتو. ايوا الام هنا بغات تدي ولدها معاها ولكن هو في الاول رفض، ما بغاش يمشي معاها. مهم قنعوه وداوه معاهم للدار. ايوا هنا غادي يعاود الحكايه لمو، يعني كيف عاش وكيفاش كانوا كيتعاملوا معاه دوك الناس وكيفاش حتى عرف الحقيقه. ايوا قال ليها باللي هذيك المراه اللي مربياه غير مريضه وخايفه، قالت لك من العقاب ديال الله. داكشي علاش عيطات ليه واحد النهار قالت لها جا وليدي بغيت نهضر معك. قال لك جا وجلس حداها وقالت لي شوف وليدي، انا راني ماشي امك، انا راني غير ربيتك، راه واحد السيده لابسه النقاب هي اللي جابتك ليا. المهم ايوا الولد تصدم وما عرف باش تبلى. كيقول باللي سيمانه هو سد عليه البيت ما كيهضر مع حتى شي واحد، حتى جاو عنده تاني كيدقوا عليه وقالوا ليه باللي راه لقينا والديك. عاود تاني تصدم. المهم بنت الخت المراه اللي رباتو هي اللي دارت داك المنشور في الفيسبوك وهي اللي تواصلت معاهم ووراتهم العنوان. ايوا المراه بقات مع ولدها كتسولو وهو كيجاوبها. سولاتو كيفاش كان عايش، كيفاش كانوا كيتعاملوا معاه. هو قال باللي في الاول فاش كان صغير يعني كانت المعامله ديالهم زوينه، من بعد فاش كبر يعني حتى القرايه ما كملهاش. قالت ليه المراه خصك تخرج تخدم على راسك. المهم الدري كيكمي كيستعمل كاع المخدرات، كيسهر في الزنقه، ما كاين اللي يقول ليه فين كنتي ولا فين جيتي. الام كتقول باللي ولدها يعني التربيه اللي رباوه ماشي تربيه. ايوا يا خوتي الفرحه رجعت للام ورجعت للعائله كامله. ايوا فرحوا به كاملين. كل نهار كيعرض عليه واحد، مره عرض عليه خالو، مره عمو. مهم كل واحد كيعرض عليه والعراضه كيديروها بالموسيقى وبالفرح. المهم عراضه همويه. ايوا القصه ديال هاد الشاب رجعت تاني من جديد وهضروا عليها الصحافه. ايوا الام فرحات بوليدها. دابا خوتي بزاف ديال الناس كيقولوا لها خصكي تمشي دعي ديك المراه اللي رباتو. قالوا ليها ربما يكونوا حتى دوك الوليدات اللي عندها تكون غير شافراهم. هاد المراه هادي راه ما قالت هاد السر حتى حسات براسها مريضه، يعني كون كانت ما مريضاش عمر هاد السر ما يخرج، او لا كون قدر الله ماتت عمر هاد الام غادي تلقى ولدها. ولكن الله رحيم بالعباد ديالو. ايوا خوتي هذه هي قصتنا ديال اليوم. صدقوني هاد القصه مني شفتها تصدمت، ومني دخلت للتعاليق اللي كانوا حاطين الناس والله حتى تصدمت، لان بزاف ديال الناس مضرين ليهم ولادهم وكيقلبوا عليهم. كيف قلت لكم الصحافه هضروا على هاد القضيه وبزاف ديال التعاليق، يعني من الدول كامله، من الجزائر، من مصر، من المغرب. المهم بزاف ديال الناس كيهضروا باللي ولادهم مضرين، كلشي كيقول لك دعوا معنا لقاو حتى حنا وليداتنا. صراحه صدموني بزاف ديال التعاليق. المهم اخوتي قصتنا اليوم هي هذه. الله يلطف بينا والله يحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. ودابا خوتي انا ما بقى ليا الا نقول لكم بسلامه عليكم وتسنوني في قصه جديده ان شاء الله.